السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حلقة جديدة وإجابة لسؤال جديد النهاردة مع الكيماوي الأبيض ايه هو وبيختلف ايه عن الكيماوي الأحمر. وده طبعا صياغة السؤال أصلا بلغتكم انتوا، مش بلغة طب خالص ولا بلغة أنا الشخصية ولا بأي لغة. لان ببساطه شديده هو مفيش حاجه اسمها الكيماوي الابيض. الكيماوي الابيض يعني هو فيه اتنين حمر يبقى الباقي كله ابيض، يعني ما فاهمين يعني. الكيماوي الابيض ده 70-80% من الكيماوي لونهم ابيض. طيب انهي واحد فيهم بقى؟ لكن انتوا بتقصدوا بالكيماوي الابيض اللي هو الاحمر، اللي هو سوري، اللي هو غير الاحمر اللي بيتاخد في اورام الثدي، صح كده؟ يبقى هو ده الكيماوي الابيض. طيب ايه هو الكيماوي الابيض بقى؟ انواعه ايه؟ هو دي عيله، زي ما قلنا ان الكيماوي الاحمر دي عيله اسمها انثراسايكلينز اللي هي لونها احمر، اللي هي فيها 5 أو 6 اعضاء. ده الكيماوي الابيض ده برضو فيه عضوين رئيسيين اللي هي عيله اسمها تاكسينز. التاكسينز دي متاخده من نبات كده، و فيها عضوين رئيسيين وهم الدوسي تاكسل والباكلي تاكسل. الباكلي تاكسل اللي هو التاكسل، والدوسي تاكسل اللي هو التاكسوتير. تمام، الاتنين اخوات، الاتنين الفرق في التركيب الكيميائي بتاعهم مش كبير، ولكن يعني في اختلافات طبعا ما بينهم هما الاتنين. بيتاخدوا بأنهي طريقة؟ بيتاخدوا التاكسول ممكن يتاخد كل أسبوع وممكن يتاخد كل 3 أسابيع، وكذلك التاكسوتير. ولكن أنهي هم استقروا على أنهي ريجمنز أو أنهي طريقة هي الأفضل؟ في التاكسول كل أسبوع، تاكسول ويكلي هو الأفضل من التاكسول كل 21 يوم في أورام الثدي. والتاكسوتير every 3 weeks، كل 3 أسابيع، أفضل من التاكسوتير الأسبوعي اللي هو كل أسبوع. يبقى دايما هتلاقي الناس يا إما بتاخد تاكسوتير كل 21 يوم لمدة 4 جلسات، أو تاكسول 4 جرعات اللي هي في 3 اللي هي بتبقى 12 أسبوع، وده هو التاكسول ويكلي. طيب في فرق ما بينهم؟ لا، يعني التاكسول ويكلي تقريبا ايكوال في الافيكاسي، في الفعاليه او في الاداء بتاعه للتاكستير اللي كل 3 اسابيع. ولكن في اختلافات بسيطه في السايد افكتس، او اللي هي اسمها ايه، اللي هي الاعراض الجانبيه لكل واحد فيهم. التاكسول الويكلي اللي هو التاكسول الاسبوعي مشكلته الاكثر اللي هي موضوع التهاب الاعصاب الطرفيه. ده بيبقى شديد مع التاكسول ويكلي، بالذات لو الناس عندها ضغط او سكر او امراض في الاعصاب، وبيزيد تدريجيا مع الجرعات. هتلاقي دايما المريض بالذات بيقولك اللي عنده سكر او عنده مشكله في الاعصاب يجي على الجرعه الخامسه ولا السادسه على الاسبوع الخامس او السادس يقول لك يا دكتور ايدي بتنمل، رجلي منمله، حاسس ان انا لابس شراب وجوانتي، حاسس ان انا بدوس على رمل. كل ده التهاب اعصاب طرفيه، وفي حلقة كاملة عن الموضوع وازاي نتعامل معاه. ايه تاني؟ بيأثر على المناعة. بيقلل طبعا المناعة اللي هي كرة الدم البيضاء، ممكن يقلل كرة الدم الحمراء، كمان يعمل أنيميا، ممكن يقلل الصفايح، ولكن أكثر تأثيره هو على كرة الدم البيضاء، ولكنه أقل من التاكسوتير. يعني التاكسول بيأثر على نخاع العظم ولكن أقل من التاكسوتير. موضوع التهاب الأعصاب الطرفية أكتر مع التاكسول من التاكسوتير. طيب بيعمل ايه تاني؟ بيعمل الحاجات العادية بقى، يعني بيعمل قيء وغثيان بس مش زي الأحمر. عشان كده دايما الناس اللي مشكلتها في الادريامايسين والاندوكسان ان هو دايما عنده ترجيع او غثيان، لما بيجي يبدأ في التاكسول بيلاقي ان الترجيع والغثيان ده قل كتير. عشان كده في ناس كتير تقول لك ده الابيض والله ده ارحم من الاحمر. وناس تانية الأحمر ده يعمل لها وجع في العظم والمفاصل وتنميل. وهو مثلا يكون مريض سكر او مريض روماتويد او مريض او كبير في السن وعنده خشونه، فيقول لك الابيض ده فظيع، ده مدغدغني، ده انا مش قادر اقوم من السرير، ده انا نايم طول اليوم. دي الفاريشن ما بين الناس. ولكن معظم الناس بتكسبيرينس، يعني معظم الناس بتقول ان الابيض اخف من الاحمر. ليه؟ عشان القيء والغثيان اقل كتير من التاكسول او التاكسوتير لوحدهم كده، من مع الادريامايسين والاندوكسان مع بعض. اعراض تانية ممكن تبقى اسهال بقى، التهاب في البق، في الاغشيه المخاطيه، التهاب في فتحه الشرج. دي كلها اعراض من التاكسول. ولكن الاشهرها زي ما قلنا هو التهاب الاعصاب الطرفيه والتنميل، ويقول لك انا ماشي على رمل وماشي على الشط والحاجات دي. طيب نيجي للتاكسوتير. التاكسوتير عنده بيأثر على المناعه.
بيقلل المناعة خاصة كرات الدم البيضاء، وبيقللها بدرجة كبيرة. عشان كده في ناس كتير هتلاقي ان هو ممكن لما تيجي تاخد التاكسوتير اللي كل 21 يوم تلاقيها بتاخد معاه حقن مناعة 3 ايام او 5 ايام مع جرعة التاكسوتير عشان المناعة ما تقعش. التاكسوتير بيعمل برضو التهاب في الأغشية المخاطية للفم، وبيعمل التهاب في الأغشية المخاطية لفتحة الشرج، بيعمل ايه تاني، بيعمل اسهال، وبيعمل حاجه اسمها اكيوت ليج سندروم او اكيوت بين سندروم، اللي هو تحس ان انت مكسر، تحس ان انت مفاصلك تعبان، تحس ان انت رجليك بالذات، رجليه العين تيجي تقول لي رجليا الاتنين وجع ونشر طول الليل، بالذات الليل. فتيجي تقول لي وجع طول اليوم وبالذات بالليل بيزيد عليا قوي ونشر رهيب. الموضوع ده هو طبعا معروف مع التاكسوتير، وبيتاخد له دواء معين. قلنا برضو في التهاب الاعصاب الطرفيه والماسل بين، قلنا بناخد له حاجه اسمها جابتن، ممكن ناخد 100 او 200 صبح وبالليل، والجابتن ده بيدوخ شويه فممكن ناخد 200 او 300 على بعض كده مره واحده بالليل قبل النوم عشان ما يدوخناش وعشان ما نحسش بالدوخه. الاتنين بقى بيعملوا برضو قيء، والاتنين بيعملوا غثيان اللي هو التاكسول والتاكستير، وبناخد لهم برضو نفس ادويه المعده، سواء فاموتيدين، سواء اوميبرازول، سواء نيكسيام، كونترلوك، ناخد دانست، ناخد زوفران، ناخد بريمبران، اي حاجه من الحاجات دي اللي هي بيكتبها لنا الدكتور عشان بعد الجرعه 5 ايام 7 ايام تساعدنا على تقلل القيء والغثيان، وتقلل حموضه المعده، وتقلل قلبان المعده. التاكسوتير والتاكسول مش بس طبعا بيستخدموا في اورام الثدي، بيستخدموا في اورام كتير جدا. بيستخدم التاكسوتير بيستخدم في اورام الرئه، بيستخدم في الساركوما، بيستخدم في اللان كانسر، برضو بيستخدم في الاوفري اللي هو المبيض، يستخدم في الرئه، يستخدم في وكذلك التاكسول يستخدم في الرئه ويستخدم في المبيض، ويستخدم كمان في بعض الحاجات التانية الكتير. يعني التاكسول والتاكستير دول والبروستاتا برضو بيستخدموا هما الاثنين. يعني هما صراحة كي بلايرز، وأدوية من الأدوية القديمة اللي أثبتت كتير من الفاعلية على مدى سنين، زيها زي طبعا الانتراسايكلينز اللي هي زي الادرامايسين وزي الاندوكسان. دي أدوية قديمة قوي يا جماعة، استهلكت كتير جدا واستخدمت على مدار سنين، فعشان كده الناس بتحب تستخدمها ليه؟ لأن عارفة أولها فين وآخرها فين، عارفة السايد افكتس بتاعتها يعني. يبقى هو ده الدواء الابيض اللي بيقولوا عليه، اللي هو بيتاخد بعد الدواء الاحمر في اورام الثدي. تمام. ينفع الدكتور يكتب لي مثلا 4 جرعات من الدواء الاحمر اللي هو الادريا مع الاندوكسان وما اخدش دواء ابيض؟ ينفع. طب ينفع اخد دواء ابيض من غير اخد دواء احمر؟ ينفع اخد دواء تاكسول او تاكسوتير مع هيرسبتين مثلا علاج موجه وما اخدش دواء احمر؟ ينفع. امتى الحالات دي وامتى الحالات دي؟ خلينا نقولها في مرة تانية. اشوفكم على خير، باي باي.